فيديو النهاردة قصير مكير كده لتقفيل حظاظة من الخرز او اسورة من الخرز عموما معمولة بالخيط. زي ما انتوا شايفين كده احنا حطينا الخرز وقصيت الخيط بطول كويس، طول زيادة معايا، وعقدت الخرز من الناحية دي وعقدة كمان من الناحية دي، وهنقفل التقفيلة دي. هوريكم احنا عملناها ازاي. انا حطيت خرزة وقفلت طرف الخيط، وعشان اثبت مكان الخرزة بعقد عقدة جنبها بالظبط، وبتاخرها بضوافري كده او بصوابعي ان هي على الطرف بالظبط. تعالوا نعملها هنا. هضيف خرزايه وبعد كده هعقد عقدة على طرف الخيط بالشكل ده، واقرب لطرف الخيط خالص، اسيب مساحة من الخيط معايا. هوريكم ليه، علشان نقدر ان الحظاظة تكون بتتوسع وتتضيق. وبالولاعة كده بقفل الطرف خالص والزقه في العقدة بتاعتي، وارجع الخرزة للطرف واعمل عقدة جنبها عشان ابقى ثبت الخرز. لو اول مرة تابعوني ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يويو مجدي هاند ميد، وهتلاقوا حاجات كتير وافكار كتير كلها هاند ميد. كده خلصناها. عندنا الطرفين بتوعنا. عايزين نعمل التقفيلة، طبعا بتشوفوها في فيديوهات كتير ان هي هنا بتقفلها بالخيط وفي نفس الوقت بتتوسع وتتضيق. بظبط الطرفين كده وبقص قطعة خيط صغيرة، ببدأ احطها من تحت الخيط واعقد عقدة بسيطة، بحيث بس ان انا اثبت الطرف ومش بنشدها جامد، يا دوب بس ان هي تبقى ثابتة على الخيط بالشكل ده. وهنحط الطرف كده من فوق والطرف التاني نعديه من تحت ونطلعه من الناحية التانية. هتبان لكم لما نعيدها اكتر من مرة مع بعض. طرف من الخيط بحطه فوق، والطرف التاني بلفه تحت الخيط اهو، وبوديه الناحية التانية وبطلعه من الفيونكة دي، واشد طرفين الخيط قصاد بعض بالراحة خالص. هنكرر تاني بنفس الطريقة، والخيط التاني من تحت نعديه من الفيونكة الناحية التانية. ودي بالظبط زي طريقة شغل المكرمية، دي حاجة بسيطة من طريقة شغل المكرمية، ودي اللي بنقفل بيها الاساور او الحظاظات او الغوايش، بحيث ان احنا نقدر نسيب فيها مساحة من التضييق والتوسيع من غير استخدام السلاسل والحلقات والكلام ده. يعني ببساطة هتبقى التكلفة معاكم بسيطة قوي. لو انتوا حد مبتدئ هيبقى بس محتاجين الخرز ومحتاجين الخيط اللي هتدخلوا فيه الخرز، ونقدر نعمل بالخيط كل حاجة من تقفيل او توسيع. كل حاجة تقدروا تعملوها من خلالها. وبنفس الطريقة بنكمل لحد ما نكون جزء كويس، مساحة كويسة عريضة قيمة سنتي سنتي ونص، علشان تكون حاكمة الغلق معايا. والطريقة دي تقدروا تعملوا بيها بقى كل شغل الصيف اللي جاي بإذن الله. هحط لكم افكار كتيرة ان شاء الله، اعمل لكم فيديو مجمع بالحاجات اللي هكون عاملاها من خرز التفسيرة والحظاظات والكلام ده كله، عشان تكون عندكم افكار. وهتلاقوا في القناة فيديوهات كتير للسبح 99 حبة وال33 حبة بطرق واشكال مختلفة وسهلة قوي، وبتفاصيل التفاصيل والحاجات اللي انتوا تبقوا محتاجينها او تشتروها من خدوات الخرز عشان تعملوها بكل بساطة. واللي محب بقى شغل الخرز كمان كالشنط، هتلاقوا فيديوهات كتير للشنط اللولي وبورتفيات اللولي الابيض والاسود، وكمان الشنط من الخرز السداسي والخرز الرباعي العادي البلاستيك الخفيف. هتلاقوا افكار كتير، ولسه كان في فيديو نازل قريب، يا ريت تشوفوه وتقولوا لي رايكم في بورتفيه من الخرز الفضي الجميل قوي 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 وخفيف جدا وبطريقه لذيذه، ودخلنا معاها فكره الاكسسوري وفكره السلاسل الفضيه، وكان شكلها حلو قوي. خلاص بدأ الخيط يخلص معانا، وفي نفس الوقت احنا عملنا القطعة او الجزء اللي احنا عايزينه. مش باقي معانا غير تقفيل طرف الخيط ده اهو. هحاول ابين لكم الشكل. لسه هنعقد عقدة بسيطة من الناحية دي، وعقدة كمان من الناحية التانية، علشان ما يبقاش فيه جزء عالي بزيادة عن بقية الاسورة او بقية الحظاظة بالشكل ده. وعقدة كمان،
ولو هتلاحظوا احنا مش بنشد العقد قوي لان احنا سايبين مساحة الخيط ان هو يتحرك. وهنقص الخيط الزيادة وهنسيب حتة صغيرة خالص علشان نقفل بيها. والمتر من الخيط ده بيبقى حوالي 3-4 جنيه، او لو عايزين بكرة كاملة دي كنت جايباها في رينج 40 جنيه. طبعا بتزيد تقل حسب كل مكان. ونقفل الطرف بالولاعة زي ما اتعودنا، ان الطرف بيسيح فبيلزق معايا في الخيط اللي احنا عاملينه، وبالتالي خلاص كده كأنه لحمتوه في بعضه كده. خلاص القفل معانا مظبوط، ونقدر نشد بقى الخيط ونتأكد ان الدنيا تمام يمين وشمال. وبالتالي هي كده خلاص هتبقى كبيرة، وانا عاملاها واسعة بزيادة كمان عشان تبقى باينة معاكم في الفيديو. نقدر نقصر الاطراف عن كده، وفي نفس الوقت كده تقدروا تقدموها لاي حد او هدية لاي حد، او الشغل الهاند ميد اللي بتعرضوه على صفاحكم تبقى مقاس اي حد. ما تنسوش لايك وفولو للقناة.